يا أهلا بيك يا صديقي في رحلة جديدة جوه صندوق الدنيا. سؤال بيطرح نفسه كل يوم الصبح وانت رايح شغلك. هل انت زهقت؟ تعبت من انك شغال عبد للساعة، بتفحت 10 ولا 12 ساعة كل يوم، وفي الآخر الراتب يدوب بيمشيك بالعافية؟ حاسس ان مكتبك ده ما بقاش مكتب، ده بقى زنزانة عزلاك عن العالم وعن الناس وعن الحياة؟ لو إجابتك يبقى الفيديو ده ليك. النهاردة هنفتح كتاب More Time More Money، وهنبدأ سوا رحلة ال100 خطوة عشان نكسر الروتين ده. القاعدة بتقول الوقت يساوي فلوس، بس في ناس بتلعب اللعبة دي بذكاء وبيعملوا فلوس أكتر بكتير في وقت أقل بكتير. النهاردة معانا أول 20 طريقة، مش مجرد نصايح، دي تريكات عملية عشان تزود دخلك وتشتري حريتك. قبل ما نغوص في التفاصيل، لو لسه ما انضمتش لعيلتنا، انزل دلوقتي حالا اخبط اللايك المتين واشترك في القناة وفعل الجرس، عشان اللي جاي في السلسلة دي هيغير طريقة تفكيرك عن الشغل والفلوس تماما. جهز قهوتك وتعالى نفتح الصندوق. البداية، عالم الأونلاين والفلوس وانت نايم. ندخل في الموضوع على طول. أول مجموعة نقط معانا بتركز ازاي تخلي النت يشتغل مكانك. اكتشف كنز الأفيلييت بروجرامز. أول نقطة بتقولك تعلم إمكانيات الربح من برامج التسويق بالعمولة. يعني إيه؟ يعني مش لازم يكون عندك منتج عشان تبيع وتكسب. الفكرة كلها إنك بتعمل موقع أو منصة وبتسوق لمنتجات شركات تانية. الشركة بتديك كود خاص بيك، وأي بيعة تحصل عن طريق الكود ده ليك فيها عمولة. الشطارة هنا فين يا بطل؟ إنك تدور على الشركات اللي بتدفع عمولات كبيرة، أو اللي بتخلي الزبون يشتري كذا مرة، فبالتالي تفضل العمولة تجيلك بشكل مستمر. دي بنسميها دخل سلبي، يعني الفلوس بتدخل جيبك وانت نايم. بيع خبرتك في كتاب إلكتروني. تاني نقطة، اعمل منتجات معلوماتية زي الكتب الإلكترونية بوكس. النت مكان عظيم عشان تبيع فيه المعلومة. الناس بتدور دايما على حلول، زي ازاي أبدأ بيزنس أونلاين أو أي موضوع يسهل حياتهم. الميزة في الكتب دي إن الطلب عليها عالي جدا، والأحلى إنها سهلة في الكتابة ومش محتاجة وقت طويل عشان تخلصها. مجرد ما ترفع الكتاب على موقع وتظبط التسويق بتاعه، الكتاب ده هيبقى متاح للبيع 24 ساعة في ال7 أيام، وممكن يفضل يدخلك فلوس لسنين قدام برضه وانت نايم. خلي موقعك لوحة إعلانات. النقطة الثالثة، اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه، بس هنا اربط الإعلان في موقعك واقبض. لو عندك موقع أو بتفكر تعمل واحد، ركز إنك تقدم محتوى حصري وجديد يجذب الناس. لما الزيارات تزيد، تقدر تأجر مساحات في الموقع لبانرات إعلانية بانرز مقابل مبلغ معين. ده نوع تاني من الدخل السلبي اللي بيجيلك كل شهر من غير مجهود إضافي كبير. كن تاجر جملة في الاستضافة. النقطة الرابعة بتقولك اشتغل موزع لخدمات استضافة المواقع ويب هوستنج. الفكرة بسيطة، انت بتشتري مساحة سيرفر كبيرة بسعر جملة وتدفع اشتراك شهري، وبعدين ترجع تبيعها لعملاء قطاعي بأسعار انت اللي بتحددها. بس خد بالك من التركة دي، عشان تنجح في الموضوع ده لازم تكون فاهم كويس في الأمور التقنية عشان تقدر تقدم دعم فني سريع للناس اللي اشترت منك، وإلا هيسيبوك ويمشوا. الوقت بفلوس يا صديقي. فن الكلام، ازاي توفر وقت وتزود فلوس بلسانك. دلوقتي هننقل لملعب تاني، الشغل التقليدي والتعامل مع الناس، ازاي تكسب أكتر بذكاء. اتقن فن التفاوض على الراتب. النقطة الخامسة دي دهب، ما تتكسفش في الانترفيو. وانت بتعمل مقابلة شغل، بدل ما تقعد تضيع وقت وتستنى لآخر المقابلة عشان تفتحوا سيرة الفلوس، ادخل في الموضوع واسأل الريكروتر عن الراتب المتوقع للوظيفة دي. ليه؟ عشان توفر على نفسك وعلينا وقت المفاضلات الرايحة والجاية، وتعرف من بدري لو الرقم ده مناسب لطموحك ولا تشوف غيره. الوقت بفلوس يا صديقي. خلي إيميلاتك كبسولات. النقطة السادسة، خلي إيميلاتك قصيرة وفي الصميم. بلاش المقدمات الطويلة واللف والدوران اللي بيضيع دقايق غالية. اكتب اللي عايزه باختصار، وأهم حاجة عنوان الإيميل subject line لازم يكون واضح ومعبر عشان اللي رايح له الإيميل يعرف إن ده مهم ولازم يفتحه دلوقتي. وبلاش صيغة المبني للمجهول passive voice، خلي كلامك مباشر ومحدد. اصطاد الزبون بالسؤال الصح. النقطة السابعة، عشان تجيب شغل ليدز بسرعة، اسأل الناس عن مشاكلهم. يعني مثلا لو انت مصمم مواقع، ما تروحش تقول للناس عايزين موقع جديد، لا، اسألهم مين فيكم مش مبسوط من موقعه الحالي. السؤال ده بيختصر الطريق جدا وبيخليك توصل للشخص اللي فعلا محتاجك، وبدل ما تجري ورا الزباين هم اللي هيردوا عليك.
إدارة الوقت العبها صح مع الفريق. 8. قاعدة 80% مع الفريق. النقطة الثامنة، لما تشتغل مع فريق نسبة دقة 80% كفاية جدا. الوقت هو العملة بتاعتنا، والمشاريع الكبيرة غالبا بيكون ليها مواعيد تسليم زنقة. لو قعدت تفرق في التفاصيل عشان توصل ل100%، المشروع هيتأخر. 80% جودة ممتازة، وال20% الباقية ممكن تظبطها في مرحلة التجربة والمراجعة. المهم إن الشغل يخلص ويكون شغال وفي ميعاده، أهم بكتير من إن كل تفصيلة تكون مثالية. كلم بني آدمين مش روبوتات. النقطة التاسعة، لما تتصل بخدمة العملاء دور على البني آدم، ما تضيعش عمرك مع الرد الآلي. اضغط 1 واضغط 2. عشان تحل مشكلتك بسرعة حاول توصل لموظف حقيقي. في مواقع زي gethuman.com بتديك أكواد أو طرق عشان تتخطى الرد الآلي وتدخل على الموظف عدل، خصوصاً لو عندك مشكلة عاجلة. الدقيقة اللي توفرها أنت أولى بيها. اتعلم فن كلمة لأ. النقطة العشرة، سيدك وسيد الناس الناجحة هو اللي بيعرف يقول لأ. قبل ما تدي كلمة أو توافق على شغل زيادة شوف وقتك يسمح ولا لأ. احترم حدودك. كلمة لأ مش بس هتوفر وقتك، دي هتحميك من ضغط عصبي وتوتر ملوش لازمة. الناس الناجحة عارفين هم عايزين ايه وما بيخافوش ياخدوا قرار بالرفض. فن التفويض ديليجيشن. النقطة ال11، وزع الأدوار. لو انت من النوع اللي بيحب يعمل كل حاجة بإيده، الوان شوت مان، لازم تعرف ان اليوم مفيش فيه ساعات كفاية لكل ده. أي مدير أو قائد شاطر لازم يتعلم يسيب حاجات لغيره يعملها. قلل الحمل اللي على كتافك وفوض المهام لغيرك عشان تزود كفاءتك وإنتاجيتك. الاستثمار في النفس عشان سعرك يعلى. المعلق. دلوقتي بقى هندخل في المنطقة اللي بتعلي سعرك في السوق. إزاي تخلي الساعة بتاعتك أغلى؟ تعلم مهارة نادرة. النقطة ال12، ادرس واتدرب على مهارة متخصصة. النهاردة الموظف اللي عنده مهارة نادرة ومطلوبة هو اللي بيتنقل من خانة موظف عادي لخانة موظف لا يقدر بثمن. خد من وقتك وشوف ايه اكتر حاجة مطلوبة في مجالك وبتدفع فلوس حلوة وتعلمها حتى لو في وقت فراغك. الشهادات الكبيرة بتجيب فلوس كبيرة. النقطة ال13، خد شهادة أعلى أو درجة علمية. في وظائف معينة عمرك ما هتاخد فيها راتب عالي غير لما يكون معاك الورقة اللي تثبت كفاءتك. ماجستير، MBA، شهادات متخصصة. الموضوع ممكن يكون مكلف ومتعب، بس هو استثمار طويل الأمد بيفتح لك باب الترقي. شوف شركتك ممكن تساعدك في مصاريف الدراسة دي ولا لأ، بس المهم احسبها صح وشوف العائد يستاهل ولا لأ. الغيب، غير مواعيدك أو اشتغل من البيت. النقطة الرابعة، لو مفيش زيادة في المرتب تفاوض على الراحة. لو مديرك مش عايز يزودك فلوس قول له طيب خليني أشتغل من البيت تيليكوميونيتنج، أو غير مواعيد شغلي. الشغل من البيت بيوفر وقت ومصاريف مواصلات، وتغيير الشيفت ممكن يفتح لك وقت فاضي تشتغل فيه شغلانة تانية تزود دخلك. سيب الوظيفة واشتغل استشاري. النقطة ال15، بدل ما تكون موظف فول تايم جرب تشتغل كاستشاري. لو انت بتشتغل اكتر من 40 ساعة وبتنطحن من غير تقدير فكر تشتغل بالساعة كاستشاري. ده مش معناه انك هتشتغل قليل، بس معناه مرونة في الوقت، وانك تقدر تمسك اكتر من عميل في نفس الوقت، وبالتالي دخلك يزيد بدل ما انت محبوس في راتب ثابت ومن غير اوفر تايم. اطلب زيادة بس بقلب جامد. النقطة ال16، اطلب زيادة لو انت فعلا شايل الشغل. لو حاسس انك بتدخل ارباح للشركة او شايل شغل اكتر من اللي اتفقتوا عليه من حقك تطلب زيادة، بس اختار التوقيت الصح. يفضل بعد تقييم الاداء performance review. لو اثبتت انك اصل مهم في الشركة الادارة مش هتتردد تدفع لك عشان تحافظ عليك. الذكاء والهروب من الروتين. الأتمتة، خلي الآلة تشتغل. النقطة ال17، لو في حاجة بتتكرر أتمتها. لو شغلك فيه مهام روتينية بتعملها كل يوم وبتاخد وقتك دور إزاي تخلي الكمبيوتر يعملها بدالك. في برامج وتطبيقات كتير ببلاش ومدفوعة معمولة عشان تخلص الحاجات دي في ثواني، ولو محتاج تشتري برنامج اقنع إدارتك بيه وإنه هيزود الإنتاجية. اخلع لو الطريق مسدود. النقطة ال18، فكر تغير الوظيفة أو الكارير كله. لو حاسس انك في طريق مسدود مفيش ترقيات مفيش توازن بين حياتك وشغلك يبقى جه وقت الرحيل. دور على بيئة جديدة تقدر مهاراتك. الخلاصة، لو انت مطحون ومقبوض قليل لازم تاخد موقف وتغير الواقع ده. اكتب واقبض فريلانس رايتنج. النقطة ال19، جرب شغل الكتابة الحرة. لو عندك ملكة الكتابة وبتحب ترص الكلام وجرامرك مظبوط دي مهارة بتجيب فلوس حلوة. ممكن تكتب مقالات لمجلات، جرايد أو مواقع وتزود دخلك.
ابني لنفسك بورتفوليو قوي واحدة واحدة وهتلاقي نفسك عملت اسم ومصداقية في السوق. لسانك حصانك، علم لغة. النقطة 20 والأخيرة معانا النهاردة، درس لغة. بتعرف تتكلم لغة تانية أو حتى متمكن جدا من الإنجليزي؟ تدريس اللغات مهارة مطلوبة جدا وسوقها واسع، وممكن تفتح لك أبواب رزق واسعة جدا سواء أونلاين أو أوفلاين. دي مجرد البداية. خدنا نفس عميق. دول كانوا أول 20 نقطة في رحلتنا من كتاب More Time More Money. اتكلمنا عن شغل الأونلاين، عن إزاي تتفاوض، إزاي تدير وقتك، وإزاي تبيع مهاراتك صح. بس تفتكر الرحلة خلصت؟ أبداً، ده احنا لسه بنسخن. الجزء الثاني هيكون فيه أفكار مجنونة أكتر. هنتكلم عن مشاريع صغيرة ممكن تبدأها، وعن عادات يومية بسيطة هتوفر لك آلاف الجنيه كل سنة. لو حسيت إنك استفدت ولو معلومة واحدة جديدة، ما تبخلش علينا باللايك والشير عشان الفايدة تعم. وطبعاً لو لسه ما اشتركتش في صندوق الدنيا فايتك كتير. اشترك دلوقتي واستنى